بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض خلطة المحشي. عندي دهنة أو ليا قطعتها قطع صغيرة ونزلتها في الزيت. بدأت تصفر نزلت بالبصل. البصل ده مفروم خشن مش ناعم. كده قلبت البصل. اول ما يبدأ يصفر انزل بالثوم. ده معلقتين كبار ثوم مفروم ومتفرز عندي، او راس ثوم من الثوم الصحيح الموجود. خلاص كده اصفرت مع بعضها، مش بحمر البصل. نزلت بعصير الطماطم تقليبه صغيره كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بابريكا، واسيبها تتسبك كده. اتسبكت علامتها ان بيبقى فيه زيت طالع على الوش. عندي هنا رز ابيض مغسول، نزلت عليه بربطتين شبت، ربطة بقدونس وربطة كزبرة، قلبتهم مع بعض كويس. تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لو عجبك الفيديو يا حبيبتي ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي لي كومنت بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي رشة نعناع ناشف تودي المحشي ده في حتة تانية خالص، ريحة وطعم. نزلت بالصلصة اهي بعد ما اتسبكت. وهنا قلبتها مع الرز كده والخضرة. طبعا انت بتعرفي الصلصة بتاعتك نجحت من ايه، هتشوفيها دلوقتي. اهي كده الصينية باينة، مفيش اي سوائل بتجريها، مفيش اي سوائل بتظهر تاني فيها. الصلصة دخلت واندمجت كلها مع الرز والخضرة، وبكده تعرفي ان الصلصة بتاعتك ناجحة، وخلطة الرز بتاعت المحشي مفيش اجمل منها. هنا نزلت بالتوابل بتاعت المحشي، ملح وفلفل وكمون وكزبرة، بس مش اكتر من كده. استغفرك ربي واتوب اليك، ولا حول ولا قوة الا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا كده قلبت الخلطة مع التوابل والملح وظبطت الملح. ونخلي بالنا ان الشوربة بتاعت المحشي بيبقى فيها ملح، حتى سواء الفراخ او اللحمة دي بيبقى فيها ملح. هنا كده حطيت رشة زيت، وده بتدي المحشي لمعان كده جميل وبيبقى مفلفل. تقليبه كده مع بعضه، وبكده تبقى خلطة المحشي بتاعتنا جهزت. تقف على بس لف المحشي.